وبما ان الوقت ده وقتها هنعمل منها طبق حلو وغير مكلف وبتقديم راقي، هتكون كريمية وحلوة جدا وهيخطفكوا كمان طعمها، ومعلقة ورا معلقة هتحسوا بحلاوة غير طبيعية. فيلا بينا نشوف الطريقة ونسمي الله. اول حاجة بيكون معانا نص كيلو من البطاطا، غسلته وقشرته كويس وقطعته شرايح بالشكل ده. هحطه بقى في حلة وهضيف عليه نص كوب كده من السكر وكوباية كده من المية، وهاخدهم بقى وارفعهم على النار بالشكل ده. بمجرد ما رفعتهم على النار هغطي الحله واسيبها لحد ما تستوي معانا. هنحضر بقى المهلبيه. جبت كيلو من اللبن وخدت ربع كوبايه كده منه على جنب، ضفت عليه نص كوبايه كده من السكر وتلت كوبايه كده من الدقيق، وهقلبهم بقى لحد ما يعني يدوبوا تماما معانا وما يكونش فيه اي تكتلات. هبتدي برضو ارفعهم كده على النار. هنا ربع كوبايه اللبن اللي انا قلت لكم خدتها في البدايه، ضفت عليهم معلقتين كده كبار من